دول 7 غلطات لازم تتجنبهم لما تيجي تبعت ايميل، وده بزنس في السريع. اول غلطه ناس كتير جدا بتقع فيها في الكوربوريت لايف او في الشركات، انه بيبعت الايميل عشان يتجنب انه يكلم حد في التليفون، او بيبعت الايميل عشان هو متعود انه يبعت ايميل. الايميل خلي بالكم في بدايه عصر البيزنس والكوربوريت ما كانش فيه غيره، لكن احنا النهارده بنتكلم على وسائل كتير جدا موجوده. عندنا في التيمز، عندنا في الشاتنج، عندنا في الايميل، عندنا في التليفونات، عندنا في الميتنجز. فاول حاجه لازم تعملها لما تيجي تبعت ايميل انك تسال نفسك، هل ده مكان للايميل، ولا انا المفروض اكلم حد في التليفون، ولا المفروض اساله الاول وبعد كده ابعت له ايميل؟ الايميل هو اهم طريقه في الشغل عشان تعمل بيها اركايفنج او دوكيومنتيشن، وده حقيقه. بس ده مش معناه ان انت طول الوقت تتجنب انك تكلم حد في التليفون او تدخل ميتنج وبعدين تبعت له ايميل دايركتلي. في بعض الاحيان الحاجات اللي بتبقى زي كده بتبقى شويه سنسيتيف، والايميل ده له ايموشنال انتليجنس، وكمان له طريقه في الشغل ازاي تعرف تكسب الناس. مش بس ان انا ببعت ايميل عشان خاطر ابقى انا كده اثبتت حاله، وفي نفس الوقت الناحيه الثانيه الشخص اللي انا بشتغل معاه ده زعلان او متضايق او انا ما فهمتوش انا بعت الايميل ده ليه. تاني حاجه ما ينفعش تعملها لما تيجي تبعت ايميل مهم، انك تبعته على طول من غير ما تقراه كذا مره. لو عديت عدد المرات اللي انت ممكن تصلح فيها الايميل، لو قريته مره او اتنين او تلاته، خصوصا لو ايميل مهم، هتلاقي المرات دي كتيره جدا. اول مره بتكتب الايميل، انت بتكتب الايميل وانت عندك ايموشنز معينه، او عندك مسج او رساله عايز توصلها، او عندك مشاعر عايز تقولها، فبتكون مهتم اكتر في الكونتنت، او مهتم اكتر بالكلام اللي مكتوب، لكن ممكن مش مهتم بالجرامر بتاعه، مش مهتم بالبروف ريدنج، مش مهتم انك ما نسيت تحط اتاتشمنت، مش مهتم بالتفاصيل الصغيره دي. فلما تيجي تبعت ايميل مهم لازم تقراه مره واثنين وثلاثه. تالت غلطه وبتضر ناس كتير جدا، انه يحط الناس كلها في التو في السي سي قبل ما يبدا كتابه الايميل. عشان تتجنب ان الايميل يتبعت بالغلط او يتبعت في وسط الايميل وهو مش كامل، اكتب الايميل بتاعك كامل كله، اقرا الايميل مره واثنين وثلاثه، بعد كده ابتدي بص على التو والسي سي، شوف بقى مين هتحط مين في التو حطهم، هتحط مين في السي سي، وبعد كده اعمل سند، لكن ما تعكسش. رابع حاجه، خلي بالك امتى تعمل فليم اون، او امتى تكون متضايق او تبعت ايميل عشان خاطر تضايق حد، وامتى تعمل فليم اوف ان انت تفصل من الايميل او تكون مركز او راسي، او ان انت ما تبعتش ايميل ابدا وانت متضايق. القاعده العامه في الموضوع ده، ما تبعتش ابدا ايميل وانت متضايق، ما تبعتش ايميل وانت متعصب، ما تبعتش ايميل وانت لسه جاي لك ايميل حالا حاسس انه شخص ده علم عليك. خد وقتك، اتنفس، اهدى، وبعدين ابتدي ابعت الايميل بتاعك. حتى لو كان الايميل بتاعك هتبعته بشكل يكون فيه صيغه من صيغات الاجريسيفنس، او انك متعصب او انك بتضايقه، ماشي، بس ما يكونش وانت متضايق، عشان تبقى عارف كويس قوي بتقول ايه. ولو عديت عدد المرات اللي انت ممكن تكون بعت فيها ايميل قبل كده وانت متضايق، وبتقراه النهارده تحس انه والله انا كتبت كلام كتير جدا ما كانش له لازمه، او كان ممكن اصيغ الكلام ده بطريقه احسن. ولو حبيت انك تبعت الايميل بشكل يكون فيه اجريسيفنس، او بشكل يكون assertive، او بشكل يكون بيرد على حاجه، والله حد اتهمك في حاجه انت ما عملتهاش، او حد بيثبت عليك حاله اصلا ما حصلتش، فالطريقه المثلى انك تبعت بيها ايميل يكون فيه تنشن او يكون ايميل مضايقك هي الطريقه الاتيه. 3 خطوات: فليم اون، ابعت الايميل، فليم اوف. بمعنى خد وقتك انك تكتب الكلام الكبير اللي انت عايز تقوله عشان تقوله الشخص ده، ابعت الرساله وافصل تماما من الايميل ده، لا تفكر فيه ولا يكون فيه بقايا بعد كده. حتى لو الشخص ده كلمك في التليفون، اتكلم كانك عادي، ما ينفعش تكمل في الخناقه بعد الايميل وانت متعصب، هيأثر على شغلك وهيأثر على علاقتك بالشخص ده لو الايميل بتاعك كان اسيرتيف قوي او لو كان اجريسيف. سادس حاجه ما ينفعش تعملها، انك تستخدم الايميل كدليل جنائي. الايميل لما بيستخدم كدليل جنائي قصاد حد، انت بتكسب الايميل وبتكسب الدليل الجنائي اللي انت عملته، لكن بتخسر هذا الشخص وبتخسر اساسيات الكوميونيكيشن سكيلز اللي ممكن تتعامل بيها. فحتى لو عايز تبعت ايميل زي مثلا ميتنج مينتس، او تبعت ايميل تقول والله احنا اتكلمنا في 1 2 3، لازم تعرف تصيغ الايميل كويس جدا. وممكن تستخدم النهارده الارتفيشال انتليجنس زي الشات جي بي تي، وحط الايميل تقول والله انا عايزه يبقى شكله مور فريندلي، او شكله يكون الطف شويه، عشان ما يستخدمش الايميل ده انه كدليل جنائي الشخص اللي قدامك يحس ان انت بتثبت حاله عليه. ممكن تعمل ده لكن بطريقه تكون بروفيشنال وما تضايقش الشخص اللي قدامك. اخر غلطه ناس كتير جدا بتقع فيها، انه الايميل هو ايميل، هو مش باوربوينت، هو مش اكسل شيت، هو مش برزنتيشن. فلما تيجي تبعت ايميل ما ينفعش تحط لي الوان واشكال وتغير شكل البولد وتغير ايتاليك، وبعدين تجي انها تحط لي الفونت باسم معين وتحط لي تحت الفونت باسم تاني، تعمل لي فوق هايلايت بالاصفر وتحت هايلايت بالاخضر. طبعا الايميل المفروض يكون ايميل، يكون بروفيشنال، يكون مور سيمبل. لو عايز تعمل الكلام ده كله، هذا الفرح كله في حاجات معينه، زي ما احنا اتفقنا في الفيديو اللي كنا اتكلمنا فيه على اهم الخطوات اللي تعملها عشان تبعت ايميل، تحطها في اتاتشمنت، وتحط الاتاتشمنت ده مثلا وورد فايل، تحط والله بقى الحاجات والالوان والاشكال كلها اللي انت عايز تعملها، وتكتب تحت والله بليز فايند الميتنج مينتس، وفوق تكتب الحاجات اللي انت كنت عايز تعملها في الاتاتشمنت. ما تنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب لو بتتفرج على اليوتيوب عشان تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتشوف الفيديوهات اللي جايه، وتتفرج على فيديو اهم 7 خطوات تخليك تبعت ايميل بشكل محترف.